صباح الخير وصباح الفل وصباح العسل عليكم وعلى عيونكم. صباحكم معطر بذكر الله. النهاردة الجو الحمد لله جميل جدا، بس أنا بقى روتيني بادئ من قبلها بليلة. المهم بقى الروتين مليان حاجات حلوة وحاجات جميلة، وفي نفس الوقت كده هندبر أمورنا في غدانا، وهتبصي تلاقي أحلى صينية غدا معمولة باللي موجود عندك في بيتك وبس. شوية أفكار بسيطة، وأنا عارفة إنك شطورة وعندك الأفكار دي وأحسن كمان، بس برضو لعل وعسى تكوني ناسية مش واخدة بالك. أنا بفكرك وانتي بتفكريني، وكلنا هنا بنفكر بعض. يلا بينا هنبدأ وندخل على تفاصيل الفيديو، بس دي مقتطفات بسيطة عشان أقولك كده روتيني النهاردة كان عبارة عن ايه. وما تنسينيش يا قمر باللايك والاشتراك، للي أول مرة بتشوف قناتي فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. ومعاكي أمنية فهدى من قناة بيتك منور مع سما. يلا بينا ندخل على تفاصيلنا ونشوف بدأنا يومنا بإيه أو بدأنا روتيننا بإيه، لأن زي ما قلتلكوا الروتين بادئ من قبلها بليلة. كل عيني ما تقع على حاجة أشوفها محتاجة تتعمل أعملها على طول. ده الروتين بتاعي بادئ اهوت من أول ما فكيت الستاير بتاعة الصالة، وبعدين دخلت بقى تاني يوم اهوت على الفطار. بعد ما فكيت الستاير طبعا دخلتها على الغسالة وسبتها بقى تعيش حياتها، ونمنا وصباحنا وجبنا فطرنا. شوية الحاجات البسيطة اللي قدامكم دي ب50 جنيه، يعني أنا جايبة 4 بيضات ب20، وجايبة تمن بيفي، وجايبة كيسين عيش فينو، جايبة تمن جبنة بيضة. بس شوية الحاجات البسيطة عاملين 50 جنيه، الحمد لله وفضل ونعمة من عند الله. طبعا بقى صباحنا عملنا فطرنا قبل أي حاجة. عملت بقى شوية بيفي كده ببيضاية والله مش علشان البيض غني ولا حاجة، علشان فعلا البيض والبيفي او البيض والبسطرمة او اي حاجة تعمليها مع البيض، لو كترتي البيض مش بيبقى لها طعم قد كده، تحسي انك بتاكلي بيض بس مش بتاكلي حاجة مع البيض. فانا بحب اقلل البيض واكتر اي حاجة معاه، سواء بقى بيفي بلو بيف بسطرمة كده يعني. وعملت كده كوباية شاي وكوباية شاي بلبن لمحمد، وكانت سما بقى في درسها وبابا في الشغل. بس كده، وبعد ما فطرنا بقى قمت طالعه اكمل روتين الصاله. كان بصراحه الصالون بقاله ياما قوي ما اتمسحش، بقى مشغوله في الامتحانات وكده وظهور النتيجه. بحاجه بسيطه كده عندي طبعا بخاخه كده فيها شويه خل دايما وشويه ميه وشويه بتاع ده كلوريكس الوان، وقماشة كده نضيفة عندك، بقوم رشة بقى كده رشة بسيطة، واقوم جاية مسحة. والله لما علي الصالون وخلاه جميل. وبصوا بقى، فاكرين الصالون ده كنت عاملاه معاكوا المذهب بتاعه من حوالي 3 سنين من اول ما فتحت القناة، والله ولا قشر ولا جرى له اي حاجة. هحاول اجدده تاني معاكوا على رمضان باذن الله، وهتشوفوا من نفسكم انه ما قشرش، مش محتاج اي حاجة، يا دوبك بلمعه بس زي ما قلت لكم كده. ولمعت طبعا الكوشانات دي او الخداديات ديت وخلاص على كده. وكنت بقى كنسة الارض كنسة عميقة، المكنسة العادية والمكنسة الكهرباء ومن تحت الصالون وكده. بس طبعا بختصر لكم الفيديو على قد ما اقدر. وبعد ما غسلت ونشرت الستاير الصبح ما اخدتش مني وقت، يعني انا غسلتها بالليل فالصبح بصراحة نشرتها، طلعتها من الغسالة نشرتها، خدتش حوالي ساعة زمن على ما خلصت يعني الصالون وكده. على طول علقتها عشان ما بحبش الشقة في الشتاء ده من غير ستاير. ايه بقى الكيس اللي انتي كنتي موريه لنا ده؟ هقول لكم. عارفين اخر مرة كنت عاملة فيها محشي ومنابير؟ انا اتعودت كده من زمان ان انا كل حاجة اجيبها اخد منها يعني مقدار بسيط في كيس كده صغير واشيله في الفريزر، تحسبا يعني حد من ولادي ما يعجبوش اكل انا عاملاه، مش قادرة انزل النهاردة اطلع الكميات اللي انا حطها في الفريزر كده يعني. فانا كنت شايلة من الكرنباية كيس صغير كرنب، وكنت شايلة برضو من المنابير كيس صغير قوي من المنابير، بس برضو كميتهم قليلة مش هيكفوا. فطبعا قمت مطلعة بقى كام بطاطسية ومقوراهم، ومطلعة كيس لحمة مفروم برضو صغيرة كان عندي في الفريزر. بس كده، وسبتهم بقى يفكوا على ما اعمل تسبيكة المحشي. طبعا تعرف انا حشدتك النهارده غدية ازاي؟
فقمت جايه بقى جايبه بصلايه فرماها فرميناها وشويه بقى بهارات عليها وملح وفلفل، وحطها في حله بقى فيها شويه زيت وسمنه، وهشوح البصلايه لحد لونها كده ما ياخد اللون الذهبي. وكنت ضاربه كميه كده ايه مناسبه من الطماطم في الخلاط على قد كميه الكرنب والمنابير اللي عندي. بس كده، ونزلت بقى بعصير الطماطم على البصلايه واسيبها تتسبك براحتها. طب بتعملي ايه بقى تاني في الطاسه دي؟ كنت شايله بقى شويه بصل مفروم من اللي انا كنت فرماه للمحشي، نزلت بيه برضو في طاسه كده فيها شويه زيت برضو وشويه سمنه، وعليهم بقى كده شويه ملح. عايزه اقولك لو بقى ملح عندك في الملاحه طبعا من الرطوبه والجو تلاقيهم كده زي المبلولين، لا دول خساره ما ترميهمش، دول عادي حطيهم على الطبيخ وانت بتطبخ. حطيت برضو شوية بهارات وبابريكا وكده على البصلة، وأول ما دبلت معايا دبلت بس قمت نازلة بكيس المفروم اللي كان عندي، والله يمكن ما يكمل كيلو. كيلو ايه، ربع كيلو. ما كملش ربع كيلو والله مع البصلة. عمل لي ما شاء الله كمية مناسبة على قد الكم بطاطسية اللي انا كنت مقوراهم. عارفين بقى ايه اللي بيطلع من تقوير البطاطس؟ انا ما برميهوش. ليه ما برميهوش؟ لاني انا بحطه كده في ارضيه الصينيه، وبحط عليه كده ايه معلقتين لحمه مفرومه، وبشوحهم في نفس الطاسه اللي كنت معصجه فيها اللحمه على معلقه صلصه من اللي انا كنت مسبكاها للمحشي. بس كده ببدا اشوحهم كده تشويحه بسيطه مع شويه ميه صغيرين قوي، واول ما يشربوا الميه بتاعتهم هطفي عليهم، لان برضو مش عايزاهم يتسووا سوا كامل، هم هيكملوا سواهم مع البطاطس المحشيه. وبالنسبة بقى للبطاطس اللي انا كنت مقوراها برضو قليتها كده زي ما شايفين كده ايه في شوية زيت، خدت اللون المحمر ده. انا عايزاها تبقى برضو داخلة في السوا، مش عايزاها تكون جامدة، يعني عايزاها تكون ايه استوت شوية، لان برضو هحطها في الصينية كلهم بقى ايه يختموا كده مع بعض ويكملوا سواهم الكامل، فمش هتاخد منك وقت خالص. لو عملتيها بالطريقة دي مش هتاخد منك وقت. يبقى اول حاجة تعمليها تقوري البطاطس وتقليها في شوية زيت بس كده، واول ما تلاقيها طريت معاكي كده واخدت اللون ده، يعني انا اديتها لون زيادة شوية، انتي اول ما تلاقيها خدت بس لون ذهبي كده بسيط تطلعيها، وتكوني طبعا معصجة اللحمة بتاعتك وتحشيها. واللي طالع من تقوير البطاطس برضو شوحيه كده في شوية زيت صغيرين، عليهم برضو معلقة لحمة مفرومة معلقة صلصة وشوية مية صغيرين. أول ما تلاقيها بدأت تدخل في السوا تطفي برضو عليها وتجيبي بقى صينيتك وبعد كده تبدأي بقى ترصي الصينية. حطيت بقى ايه التقوير بتاع البطاطس باللحمة المفرومة والصلصة كده في أرضية الصينية، وحطيت بقى البطاطس اللي حشيها فوقيها بس. ولعت الفرن بقى تاخد بقى ايه تختم نهائي تكمل تسويتها، مش بتاخد وقت نهائي. وولعت الشوايه وجبت برضو معلقه صلصه واحده بشويه ميه صغيرين بس، وحطيتها كده على الوش عشان تاخد بقى الشكل النهائي اللي هتشوفيه معايا. ما خدتش في الفرن والله حوالي 10 دقايق او 15 دقيقة بالكتير قوي يعني بس. وجبت بقى الخضرة قطعتها عشان اعمل خلطة المحشي، يعني زي ما قلتلكوا شتكت غدانا النهاردة بكيس الكرنب اللي كان عندي الصغير، وكيس المنابير ما كانتش مكملين والله حاجة خالص، وبرضو شوية اللحمة المفرومة صغيرين. شوفي الكميات البسيطة اللي انتي بتشيليها وتقولي هتعمل ايه، لا هتعمل لك غدا كويس جدا وهتملي لك صينيتك وهتنبسطي جدا من الغدا انتي وولادك. جربي اعملي الفكرة دي، كل حاجة تجيبيها او اي اكلة تجيبيها شيلي منها مقدار بسيط كده في كيس صغير حطيه في الفريزر، هيجي وقت تطلعيهم هتلاقي نفسك ما شاء الله اللهم بارك مالية الصينية اكل والخير ملا ملا صينيتك. تمام. جبت بقى خلاص خلصت بقى ايه خلطة المحشي، وقلت احشي المنابير وخلصتها. هي ما كانتش كتير بصراحة، يعني حوالي ربع كيلو بس. وسبت المية بقى تغلي على النار، وقمت نازلة بقى ايه بالمنابير اللي انا حاشيها على بقى المنابير تاخد وتدي، لان انا محتاجة شربتها في المحشي. قعدت احشي بقى ايه حلة المحشي بتاعتي، هي حلة مش كبيرة بس والله قضت الغرض. بس كده متنسيش برضو تظبطي ملح. هحشي بقى معاكم الحلة بتاعتي الجميلة الصغيرة دي على ما تكون المنابير بقى خدت ودت كده. برضو المنابير كانت صغيرة يعني فما خدتش وقت في التسوية، وخدت منها الشوربة. شوربة المنابير لما تسقي بيها المحشي بتدي طعم جميل قوي للمحشي.
هخلص بقى الكمية البسيطة اللي قدامكم ديت، وهتبصوا تلاقوا في الاخر ما شاء الله اللهم بارك الصينية مليانة اكل وخير ربنا، وكله من حاجات بسيطة انت كنت شايلاها ومش متخيلة انها ممكن تعمل لك اكلة او تزقك يوم كده في الاكل. بس خدت بقى شوية شوربة كده في كسرونة لاني هملحهم كويس علشان المحشي بس. وما تنسوش بقى تحطي الكام ورقة الخضر دول على الوش، وعلقت على المحشي وخلاص كده الاكل بتاعي خلاص. بصوا بقى نزل اللهم بارك جميل جدا. بصوا بقى الجمال. وانا بقى بحب اقعر المحشي ده جدا ان انا بسويها شويه زياده على البوتاجاز لان احنا بنقطع بعض عليه. بصوا بقى ده طبق الصغير بتاع المنابير، ودي صينيه البطاطس المحشيه. وبصوا حكايه ازاي خطيره. ولا اقول لكم بقى يا جماعه ايه ارضيه صينيه البطاطس دي، اللي هو الحشو بتاع البطاطس اللي كنا مطلعينه على لحم مفروم، كنا بنخطفه كده تخطيف من جماله بالعيش يتغمس وبألف هنا وشفا. عملت احلى صينيه ولا ما عملتش؟ عملت طبعا. وكل ده من الحاجات البسيطة اللي انت كنت شايلاها في الفريزر. اعملي كده في كل حاجة تجيبيها، في كل تسويقة سوق هتلاقي في ايام عندك مثلا الفلوس معاكي مش مكفية، انت مش قادرة تنزلي، حد عايز اكلة معينة او غضبان على الاكل، ده بيبقى المنقذ بتاعك الكياس الصغيرة اللي انت شايلاها دي. تمام، خلصنا بقى غدانا وخلصنا بقى اللي ورانا. الشتا بقى ما تعرفيش دي عيوبه ولا مميزاته. انت عايزة على طول تبقي واقفة في المطبخ، على طول عاملة اكل، على طول عاملة حاجات سخنة، على طول عاملة حلويات. طبعا بعد الغدا بقى جبنا كيس بسبوسة وقلنا بقى ايه نروق على نفسنا ونعمله حاجة حلوة بالليل. طبعا بقى صينية البسبوسة دي برعاية برضو ايه محمد ابني، بيعشق يعمل الحلويات، هو ساعدني فيها. وانا برضو ايه يعني كنت واقفة جنبه بشوفه ايه بيكمل صح ولا لا. طبعا الكيس احنا بنجيبون جاهز من بره، بنحطه كده عليه يعني نص معلقة صغيرة بيكنج باودر علشان تعلى ما تبقاش لازقة في الصينية. خلاص كده، وبتبدأي تقلبي البيكنج باودر مع البسبوسة. الطريقة سهلة يا بنات، واصلا بتبقى مكتوبة على الكيس من بره. يعني انا كنت حاطة في الكوباية دي نص سمنة ونص زبدة. عايزة تعمليها بزبدة كلها تمام، عايزة تعمليها بسمنة كلها برضو تمام. انا قلت ايه انوع يعني، بحيث الزبدة الصفرة بتديها لون حلو كده من جوه، بيبقى لونها كده ذهبي وحلو. بس وبفضل اقلب بقى، بحط كده واحدة واحدة وبفضل اقلب. وبعد كده كوباية لبن، ما عندكيش لبن تجيبي زبدية. يعني البسبوسة طريقتها اسهل ما يكون. بس وهفضل اقلب بقى زي ما انت ما شايفة كده قدامك. حطيت كده يعني حتة زبدة كده صغنونة كده على الوش برضو زي ما قلتلكوا بتديها لون دهبي كده حلو من جوه. ودهنت بقى ايه الصينية برضو زبدة، وهبدأ انزل بقى ايه بالخليط اللي انا مقلباه معاكوا ده. بس كده اهو بصوا، وهفرده بقى كويس. وطبعا انا مسخنه الفرن على درجة حرارة عالية، وبحطها على الشبكة ما بحطهاش تحت. بس الاول افرديها كويس علشان ما تلاقيهاش مثلا حته عاليه وحته واطيه وكده، وتيجي تقطعيها تحسي ان في واحده سميكه، يعني قطعه سميكه وقطعه رفيعه. لا، حاولي كده تساوي الخليط بتاعك في الصينيه كله قد بعضه، يعني من على الحروف ومن النص وكده. بس كده بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده بقى هدخلها في الفرن وهعمل معاكم الشربات. الشربات بتاع البسبوسه ما بيبقاش تقيل قوي، لا بيبقى خفيف شويه علشان ما يخليهاش تمسك وتبقى زي الحجره. لا، احنا عايزين الشربات خفيف. فهنحطه ايه، هنحط السكر قد الميه. حطيت كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه بس كده. وبرده حطيت معلقه زبده صغنونه قوي. واول ما خدت اللون الذهبي الجميل اللي قدامكم ده، وعايزه اقول لكم نقطه في الشربات، ان انا ما بقلبش السكر، بسيبه اول ما يغلي كده غلوتين 3 اقوم طافيه عليه يتقل بقى مع نفسه حاجه بسيطه كده. بص هو مش تقيل زي شربات الكنافه. بس وكانت بالشكل ده، وبألف هنا وشفا على قلوبنا. وكده الفيديو بتاعي خلص النهارده يا حبايبي. ما تنسونيش باللايك والاشتراك اللي اول مره بتشوف القناه. فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
كانت معاكم أمنية فودة من قناة بيتك منور مع سما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.